مرحبا ومرحبا ثم أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. عدنا لكم بيوم جديد وحلقات جديدة وكمان أسئلة وتحديات جديدة. كونوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. كيف رمضان معك؟ تمام. ايش اسمك؟ الإعلامية حنان. وانا الإعلامية شيماء. تشرفنا يا شيماء. الشرف لي. أسألك سؤال. اسألي. ما هو أصعب موقف تواجهه بحياتك؟ أصعب موقف إني أطحس قدام شباب. غير. الغش بالمدرسة لما تكتشفي حاجات وحاجات. يعني المواقف هذه النكبات حق البنات. أيوة. يلا انت تسأليني. أصعب موقف معاك أنت بقى؟ أصعب موقف إنني أطلع بإذاعة والميكروفون يتغلق، ولا مثلا أقدم حفل والميكروفون يتخرب. وكذلك لما أصور أكون إعلان بالآخر أوصل للبيت وأني ما ضغطتش التسجيل. واني مثل الآن أقدم وبالآخر ما توصل التسجيل. يلا شكرا. العفو. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. ايش اسمك؟ عمرو فيصل محمد. عمرو فيصل محمد أحمد قال. يا عمرو انت الآن برنامج كن صريح معنا، يعني يدي لك سؤال تجاوب بصراحة. أيوه. تمام. تعرف تغني؟ صوتك مش حلو. ما أعرف. ها؟ ما تعرف تجيب شعر أي شيء، انشودة ولا شيء؟ يلا شكرا. نهدف المحاسب. السلام عليكم. كيف حالك؟ رمضان كريم. لك سؤال. معك 3 دول، معك عمان ومعك سوريا ومعك تونس، تمام؟ ومعك فراغ رابع. طيب، ومعك 5 خيارات. معك ليبيا، معك القدس، معك فلسطين، ومعك الكويت. عمان، سوريا، تونس، ومعك فراغ رابع. طيب، الخيارات معك ليبيا، تمام؟ ومعك فلسطين، معك القدس، ومعك الكويت. ايش الإجابة الصحيحة؟ الكويت. صح، الكويت. ايش السبب؟ ليش اخترت الكويت وهين كلين دول عربية؟ الكويت يعني ليش؟ والقدس وفلسطين مش دول عربية؟ لا، في سبب ان الكويت هي الإجابة الصحيحة، بس في سبب ايش؟ جاري السبب. يلا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك فاطمة؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ أريق. ها؟ أريق. يا أريق، اسألك سؤال. ما هو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ما شاء الله، شكرا. من علمك هذا؟ دروسي؟ صف كم؟ أول. ما شاء الله. دي جائزة، معي جائزة مقدمة من محل جرين في مركز جلعان التجاري. يلا شكرا. شكرا. وين؟ قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم وقت